الله خيرا. نصيحة للرجال يبدو أنها أختي يعني الذين يتطاولون عن نسائهم بأيديهم وألسنتهم. طبعا هذا لا ينبغي أن الرجل يتعامل بهذا إلا في الحدود المشروعة بعد أيضا ذكر الأمور المشروعة. فإن خشي الواحد من زوجته نشوزا أو كذا فكما قال سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب الذي هو هنا يكون ضربا غير مبرح، ولا الإنسان ما يبدأ بضرب زوجته أولا، لابد يبدأ الأول بالوعظ والهجر واستعمال الوسائل، وهذا آخر الأمور. والضرب يا إخواني المراد في الآية ضرب تأديب، وليس ضرب حد من حدود الله أو عقاب يترك أثرا عظيما، إنما المراد هو إيه؟ المراد هو الضرب الذي يحدث الألم النفسي في المرأة فقط. ولهذا لا فرق بقى بينك انت يعني تزقها كده ولا تضربها في وسط رأسها، اسمه ضرب. فالمراد بالضرب ضرب التأديب، ضرب التوبيخ، ضرب يعني الذي فيه إيلام نفسي. إنما ما تظن لك واضربوهن تأخذ بعموم ذلك، تظن الضرب ده. فما الداعي بقى؟ أنا عايز أفهم يعني ما داعي بالإيد وبالرجل وبالخشبة وبالعصاية إيه ده؟ إيه أنت بتعمل إيه؟ طب بتصارع؟ لا، ده كله زائد، ده كله بيحفر في قلب المرأة نقاطا سوداء. لأن معروف يعني يا أخواني أي واحد ممكن يحصل زق زقة كده بتاع وهتتصالحوا. فأترك مجالا للصلح، اترك مجالا للعودة عن قريب. لكن أخي يضرب يودي زوجته المستشفى ولا يعني تروح تعمل تقرير طبي وكدمات وكذا وكذا، لا صراحة هذا لا يجوز أبدا. إنما طلق إن وجدت نشوزا لا يستقيم هذا النشوز بشيء خفيف. ولهذا العلماء نصوا كده ضرب غير مبرح ما يترك أثرا. ولأنه كما قلنا إن المراد هو إيه؟ المراد هو إحداث الإيلام النفسي. الضرب هنا ليس ضربا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا، إنما الضرب هو ماذا؟ الضرب هو لفت النظر. يعني انت ما نفع معك الوعظ ولا نفع معك الهجر، فليكن الضرب إيه؟ ضربا يعني خفيفا. فالحقيقة وأنا أقول الحقيقة مش للإخوة فقط نصيحة، والله يا أخوان حتى في بيوتنا نحن أهل يعني العلم وطلبة علم وبيحضروا عند مشايخ وعندهم لكن الحقيقة يعني في البيوت يعني فظاظة وغلظة ويعني شدة. والأخت قد تتمنى ألا يدخل زوجها، والعكس كذلك. بعض الأخوات متسلطات، أما أخت تمسك المقشة وتنزل على جوزها لما تكسره. حقيقي ما أدري والله أختي ديت، ما أدري والله يعني كيف هذا؟ إزاي بيوتنا أولى بالنور، نور المودة والرحمة والسكن؟ يا أخي مش عجبك زوجتك خلاص سرح بإحسان، سرح بإحسان، راعي أمورا عظيمة، احتسب. يعني الحقيقة اثنان أقدر لو جاء الثناء منهما، الأب أو الأم والزوجة. إن أثنت الزوجة عليك خيرا فأنت صالح فعلا، واخد بالك؟ لأن طبعا ده ثناء عزيز. إذا جاءك الثناء من زوجتك والتعديل من زوجتك فحسبك به، مش لازم يوافقها أحد، واخد بالك؟ خلاص. فزوجتك إذا أثنت فالحمد لله، لأن هذا عزيز مع كثرة المخالطة اليومية. فبيوتنا أولى الحقيقة، بيوتنا أولى بالسعادة، أولى بالرحمة، أولى بالمودة، أولى بالسكن، أولى باللطف، خصوصا الزوج، خصوصا الزوج. صراحة من اعتبر موقفا واعتبر حالا تكون الزوجة أمام زوجها قد أردته ما لا يمكن أن تريه لأقرب الأقربين، هذا الموقف له ثمن، له ثمن. انك تطلع على زوجتك سبحان الله وهي من اعف الناس. يعني لو جاء رجل يراودها على كشف ظفرها لقالت موتي اقرب، وتعطيك ذلك
يعني وتتفانى في أن ترضيك في هذا، ثم أنت مع ذلك لكونها أخرت طعاما، أخرت شرابا، أخرت كذا. إيه ده ما أدري والله يا بقى. يعني صراحة صعب يا أخوان. تذكر هذا، اتق الله. لهذا الإنسان ما يبخل على زوجته، ما يبخل. مش عيب أجيب لها هدية، مش عيب أجيب لها كذا، مش عيب أقول لها كلمة جميلة. يا أخي أنا يا أخي مش أفضل من النبي، مش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ليتواضع هذا التواضع، يشرب مكانها، يضع رأسه في حجرها، يتلطف معها صلى الله عليه وسلم. يسأل من الأمة من أحب الناس إليك يقول عائشة. واخد بالك؟ الصحابة يتحرون يوم عائشة يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ يا أخي ليس عيبا، إنما بيوتنا تتحول إلى الجحيم ولا تجد يعني. لا، حتى لو طلقت زوجتك طلق زوجتك بالإحسان. والله نعم المرأة وكذا، لكن الله يرزقها. طب إيه بس فيه والله أشياء يعني خاصة، لكن أسأل الله عز وجل أنه وآيات القرآن وفايدة السنة وفايدة دروس أهل العلم، واخد بالك، وفايدة تعلم العلم لازم يا إخواني. وبعدين راعي ان انت داعية بزواجك. وراء زوجتك مين؟ وراء الزوجة مين؟ وراء الزوجة أسرة، وراء الأسرة بلد، وراء الأسرة بلد تثني عليك وتذمك. فلا بد أن يكون في رحمة في بيوتنا من الإخوة ومن الأخوات. أيضا الأخت تبذل، تعلم أن زوجها جنتها ونارها. إنما التطاول من بعض الزوجات والشدة والغلظة ويعني عدم الرفق وعدم مراعاة حقوق الزوج، سواء من حقوق المعاشرة أو من حقوق الأدب، ويشعر الرجل أنه عايش مع رجل آخر. للأسف بعض الإخوة كده يعيش مع رجل لا عارف يقول لها اعملي كذا، ولا عارف يقول لها راعي كذا، ولا عارف يقول لها اقعدي في بيتك، لا تروح لأمها كل يوم يا إما تسيب له البيت. لا، إيه ده؟ فين آداب الإسلام وتعاليم الإسلام واخد بالك يعني. ودي مملكة يا إخواني لا يمكن، أو دي الحاجة الوحيدة اللي لا يمكن نهرب منها. مين اللي يقدر يهرب من بيته؟ مين اللي يقدر يهرب من بيته؟ أنا ممكن الأخ ده مش عاجبني، لا خلاص هو في حاله وأنا في حالي. لا مش هركب معاه في العربية، مش هسافر معاه، مش هشارك، واخد بالك. لكن تبيتك هتعمل في بيتك ايه؟ تعمل في بيتك ايه؟ هتقعد على السلم؟ هتنام بره؟ هتنام في الشارع؟ ان قعدت بره فضحك الناس، وان دخلت البيت جحيم اخر. ماذا تصنع؟ فالاخت تتفنن في التعامل مع زوجها وبالرفق به، وتحسن المعاشرة حتى لو لا تكره فيه خلقا، فترضى بأخلاق كثيرة، تعطي الحقوق. ولهذا شوف الإسلام العظيم سبحان الله، شوف سبحان الله، الملائكة تغار على رجل ينام وهو غضبان على زوجته. إنما تخيل لما زوج يقول لها أنا غضبان عليك، النبي بيقول أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعن الملائكة حتى تصبح ومع ذلك ولا تقول له حتى شحال معرف وتعطيه ظهره. قال لها أنت مش همك ولا إيه؟ ده بالعكس، ناشديه الله إلا رضي. بعض الإخوة لا يقضي حاجته من زوجته إلا بوعود هي وبيأجر. لا يا اخواني، لا ده كلام حقيقي. انا بقول طبعا كلام دي مشاكل يعني، احنا هذا حاصل. لا، ينبغي ان تكون بيوتنا بيوتا يعمرها الود والمآم والوئام والمحبة والسكن. ولا سبحان الله، ما فائدة العلم وفائدة القرآن يا اخي. شوف وردك في حجر زوجتك، النبي علمك كده، وردك اللي 3 أجزاء، اوعى تقول اقفل الباب لو حد قال انت المسؤولة، اصل انت مش عارف ايه، اصل انت ايه. لا، وردك في حجر زوجتك. فائدية حد زعلان؟ النبي مات فين؟ النبي مات وراسه على صدر عائشة. النبي عائشة بتقول ريقي اخر حاجة دخلت جوف النبي. ايه، شوف المعاني الجميلة، ما فيش حاجة اسمها خجل في هذه المعاني. عائشة تفخر بالريق، والنبي
صلى الله عليه وسلم يموت على صدر عائشة، ويقرأ النبي القرآن في حجر عائشة يحتكف ولا يمتنع عن عائشة، إنما بل صفية تأتي يا أخواني في الاعتكاف ويحادثها الساعة. يا سبحان الله، يا سبحان الله. والإسلام يحرم عليك الصيام وزوجك شاهد. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. النهاردة عندك الاثنين والخميس، طيب الزوج يحتاجك، خلاص فورا انقلبي من صائمة إلى مطيعة، ودي عبودية. وتقولي مثلا ده يعني سيب الصوم، هذه عبودية. ترسل دي عبودية ولا ايه؟ هذه عبودية. الفراش عبودية، عبودية عظيمة كمان، عبودية. وانت هتسيب عبودية مستحبة إلى عبودية واجبة إلى احتاجك الزوج. والنبي في صحيح مسلم قال ايه؟ فإن نظر امرأة فأعجبته فليأتي زوجته ولو كانت على التنور. يأتي قومي تعرف الحوان، بتخبز بتكنس، عاوزك الوقت، اوعى تقولي له بس خلاص اغسلي ايدك وتوكل على الله. هذا كلام احنا ما يستحي منه، هذا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول الكلام ده كلام مشاكل بيحصل. الاخت ولا كانها موجوده، لما يجي زوجها يتجوز تقول له لا شوف طب بس طلقها بعد ما ارتبط بزوجها. طب بس طلقها. وانا اعلم اخت كانت لا تراعي لزوجها حقا، لما تزوج فوجئ الاخ ان هي جي من النوم لقى اللي واقفه له بكوبايه العصير، يدخل الحمام تقف له بالفوطه. قال لا ده الكلام ده كان فين؟ الفوطه دي كانت فين؟ واخد كوبايه العصير دي كانت فين؟ والحاجه السخنه والحاجه البارده ده كانت راسه بتسخن.